في يوم من الأيام عائلة اتصلت بشيخ وطلبوا منه أنه يرقي ابنهم اللي كانت تظهر عليه أعراض المس من الجن وحالته كانت صعيبة ومتدهورة. وبعد ما مشى عندهم الشيخ للبيت وقعوا لي أشياء قلبوا حياته كلها، لأنه غيتم اختطافه من طرف الجن واستدراجه للعالم السفلي. كل هاد التفاصيل غنعرفوها في قصة اليوم اللي فيها أحداث أغرب من الخيال ولكن في الواقع قصة حقيقية. فقبل كل شيء ما تنساو تعملوا لايك اشتراك وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. خذ لك حاجة تشربها واجلس في مكان هادئ. على بركة الله نبداو القصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكون أموركم طيبة وتكونوا في أحسن حال. قصة اليوم من مدة طويلة وأنا حاب نحكيها لكم، ولكن قلت حتى نتأكد إذا كانت فعلا حقيقية أو لا، لأن فعلا الأحداث اللي فيها مرعبة وأغرب من الخيال. المهم قصتنا اليوم تبدأ في تونس وبالضبط بمدينة المحمدية مع واحد الشيخ اسمه البغدادي. هذا الشيخ كان معروف بالمنطقة أنه يعالج بالقرآن، يعني راقي شرعي، والكل كان يحترمه ويقدره. في يوم من الأيام جاء اتصال من عند واحد العائلة طلبوا منه أنه يجي عندهم ويرقي لهم البيت، لأنهم كانوا يحسوا بأشياء غريبة توقع عندهم. الشيخ البغدادي بعد ما سمع المعاناة اللي يعيشوا فيها قبل من دون تردد على أنه يساعدهم، وخدم معاه شيخ آخر اللي كان الصديق دياله اسمه الشيخ الجريدي، ودائما كان يمشي معاه في مثل هذه الحالات. فعلا تاجوا عندهم، ولكن مجرد ما دخلوا للبيت تفاجئوا أن العائلة كانت فقيرة ويعيشوا في ظروف صعبة. حتى البيت كان المظهر ديالو قديم ومهدد في أي لحظة بالسقوط. المهم وجدوا الأم اللي اتصلت بهم جالسة في واحد المكان وبجنبها ابنها الكبير، ولكن كان مربوط بسلاسل كثيرة. فسأل الشيخ على السبب اللي جعلهم يربطوه، وهنا حكت لي الأم على كل شيء وعلى الظروف الصعيبة اللي يعيش، وبأنها المعيلة الوحيدة للعائلة بحكم أن زوجها متوفي. هنا الشيخ البغدادي تأثر كتير بقصتهم وقال لها نعمل كل ما في جهدي ونساعدكم وإن شاء الله يكون خير، ولكن لازم تحكي لي على كل الأشياء الغريبة اللي توقع معكم في البيت بالتفصيل. قالت لي بأن ابني اللي مربوط واللي هو ابنها الكبير في واحد الفترة كان دائما يخرج في وقت متأخر من الليل، رغم أن ما كان يعجبه هذا الشيء، ودائما كانت تحاول تمنعه ولكن ما كان يسمع كلامه. وظل على هذا الحال لفترة طويلة لغاية واحد اليوم خرج بالليل. كانت تنتظر الأم ديالو كيف دائما، ولكن ما رجع هذه المرة للبيت. وبعد ما جاء الصباح خرجت تبحث عليه وسألت كل أهل المنطقة، ولكن ولا واحد شافه. مر اليوم الأول اليوم الثاني والكل كان يبحث عليه ولكن ما وجدوا ليه حتى أثر. فالأم بدأت تحس بأن ابنها واقع ليه شيء غريب. لغاية ما مر أسبوع الأم كانت جالسة في البيت حتى سمعت دق في الباب. قامت فتحت الباب ووجدت أن أهل المنطقة حاملين ولدها واللي كان في مظهر غريب. قالوا لها أنه وجدناه في واحد المكان خالي وكان يتكلم لوحده. المهم بعد هذه الحادثة ولدها بدأوا يوقعوا معاه أشياء غريبة وحتى تصرفاته صارت غريبة وغير مفهومة. الأم حاولت تعمل أي شيء على أساس يرجع ابنها لحالته الطبيعية ولكن من دون جدوى. فاضطرت في الأخير أنها تربطه بالسلاسل، لأن في بعض الأحيان كان يقوم بأشياء مرعبة واللي كانت توصل للقتل. وحتى البيت بدأت توقع فيه أمور غريبة وخطيرة، مثلا يكونوا جالسين عادي وفي لحظة يشوفوا عدد كبير من الأشخاص وسط البيت وفجأة يختفي، وبعد ما يكونوا نايمين يسمعوا خطوات وأصوات غريبة داخل البيت. حتى بعد ما كانت تدخل الأم للمطبخ دائما كانت تشم رائحة كريهة، وبعد ما تبحث على مصدر هذه الرائحة ما كانت توجد حتى شيء. وفي كل يوم كان يوقع شيء أغرب وأرعب من اليوم السابق، حتى أنهم صاروا متعودين على هذه الأشياء. لغاية ما وقع واحد الشيء جعل الأم تصل بسرعة بالشيخ البغدادي، هو أن في واحد الليلة الكل كان نايم. ابنها الصغير اتجه للمطبخ على أساس أنه يشرب، وهنا تفاجأ بقط أسود شكله ممسوخ وكان غريب، ومن الخوف ابنها مسك عصا وضرب القط لغاية ما انصرف وخرج بسرعة من المطبخ. فهنا ابنها جرى وراه ولكن فجأة القط اختفى وما وجد ليه حتى أثر. المهم رجع للمكان ديالونا، ولكن هنا حلم بأنه رجع مرة أخرى للمطبخ ووجد فيه شخص لابس أسود في أسود وملامحه ما كانت واضحة. فكان هذا الشخص يقترب منه ويقول ليه شنو السبب اللي جعلك تضربني، وفي لحظة ضربه لرأسه ضربة قوية. وهنا الابن فاق من الحلم وجد رأسه كله دم وعرف بأن الضربة ما كانت في الحلم ولكن كانت حقيقية. وفي اليوم التالي وقع معاه شيء آخر غريب. كان نايم في غرفته
حتى سمع صوت ينادي اسمه ودق في الباب. وبعد ما فتح باب الغرفة تفاجأ بوجود شخص مرعب وجسمه كله شعر. الابن في هذه اللحظة بدا يصرخ وخرج بسرعة من الغرفة. وبعد ما جات الأم حكى لها على اللي شاف، ولكن بعد ما دخلت الغرفة ما وجدت حتى شيء. المهم بعد ما حكات لهم الأم على كل هذه الأشياء، الشيخ البغدادي والشيخ الجريدي حسوا شوية بالخوف وأكبر من اللي كانوا يتوقعوا، ولكن مع ذلك توكلوا على الله وبداو في قراءة القرآن. وبعد مرور أكثر ساعة من الرقية بداو يوقعوا أشياء غريبة في البيت. كل أبواب البيت بدات تفتح وتقفل لوحدها، وبداو يسمعوا صوت وهمسات قريبة منهم، ولكن الشيوخ ما توقفوا وكملوا قراءة القرآن، لأنهم كانوا عارفين أن الجن اللي في البيت كان يحاول يرعبهم على أساس يوقفوا الرقية. ولكن فجأة وقع شيء غريب واللي خلى الكل مصدوم. لاحظوا آثار خطوات في سقف البيت واللي ما كانت موجودة في الأول، وفي نفس الوقت بداو يشموا رائحة كريهة في البيت. في هذه اللحظة الشيخ البغدادي والجريدي تأكدوا أنهم يتعاملوا مع حالة خطيرة، فقالوا للأم أنها تمشي هي وابنها الصغير لمكان آخر وتترك معهم ابنها الكبير اللي مربوط، لأنه بنسبة كبيرة عنده علاقة بالأشياء اللي توقع في البيت ولأنه ممسوس من الجن. وقالوا لها ما ترجع للبيت لغاية ما نكملوا العمل ديالنا. المهم الشيوخ رجعوا للبيت في اليوم التالي ووجدوا أن الأم خدات ابنها الصغير وتركات الابن المربوط في البيت، ولكن لاحظوا أنه كان يشوف كل مكان في البيت بنظرات غريبة، كأنه كان خايف من الأشياء اللي تظهر له. وبمجرد ما اقتربوا منه بدا يصرخ بصوت عالي، ولكن الشيوخ هذه المرة كانوا مجهزين كل شيء، فبداوا بقراءة القرآن وكانوا يرميوا ماء رقية في كل مكان في البيت. وهنا وقع الشيء اللي خلاهم مصدومين. الشيخ البغدادي بدا يسمع أصوات غريبة أسفل البيت. هنا وضع ودني على الأرض يتأكد إذا كانت هذه الأصوات فعلا حقيقية أو من همسات الشياطين. ولكن في هذه اللحظة سمع صوت مخيف يقول لي إذا ما وقفتوا الرقية وخرجتوا من البيت مصيركم هو الموت. ولكن كل ما كانوا يرفعوا صوتهم في القراءة كانوا يسمعوا أصوات مرعبة وواضحة كأنهم جالسين بجنبهم. ولكن الشيوخ ما تأثروا ولا وقفوا الرقية لأن كان إيمانهم قوي ومعتادين على مثل هذه الأشياء. ولكن في لحظة الابن بدا يختنق كأن الجن كان يخنق فيه، وفجأة بدا يسترجع ويخرج من فمه شعر وخيوط وأشياء أخرى ما كانت طبيعية. هنا الشيوخ اضطروا أنهم يوقفوا الرقية خوفا على أن الولد يوقع عليه شيء خطير. المهم الشيخ البغدادي والجريدي ظلوا يمشيوا كل يوم للبيت ويرقيوه، وفي كل مرة كان يوقع معهم أشياء غريبة ومرعبة، وبدأ يظهر لهم أن الموضوع هذه المرة صعيب وخطير وممكن موجود شيء آخر اللي جعل الأمر بهذه الصعوبة وهو اللي مقوي الجن اللي في هذا البيت. المهم بعد ما كملوا الرقية في واحد اليوم الشيخ البغدادي رجع للبيت ديالو ومن التعب ما حس بنفسه ونام. وهنا حلم بواحد الحلم غريب بأنه دخل لواحد المكان ضيق ومظلم وحرارته كانت عالية وما كان مرتاح فيه. وبعد ما فاق الصباح قابل الشيخ الجريدي وحكى لي على الحلم اللي حلم به. الشيخ الجريدي في هذه اللحظة تفاجئ وقال لي حتى أنا حلمت بنفس الحلم. هنا قال لي الشيخ البغدادي أن هذا الحلم ما كان صدفة وممكن عنده علاقة بالبيت اللي نرقيو فيه. هنا اتصلوا بالأم وحكاوا لها على الحلم. قالت لهم هذا المكان اللي وصفتوا لي واللي ظهر لكم هو نفس المكان اللي وجدوا فيه أهل المنطقة ابني الكبير، وقالت لهم على اتجاه هذا المكان. وفعلا الشيوخ توجهوا ليه، ولكن مجرد ما وصلوا حسوا بواحد الرهبة كبيرة، ولكن توكلوا على الله ودخلوا لأنهم كانوا عارفين أن هذا المكان عنده علاقة بالأشياء اللي توقع في البيت، ولكن ما كانوا عارفين أن الحلم هو فقط استدراج من الجن لإحضارهم لهذا المكان، وبمجرد دخولهم غيتم اختطافهم من طرف الجن. المهم دخلوا لهذا المكان اللي كان يشبه الكهف، وكل ما كانوا يمشيوا أكثر يحسوا بأنه كان يضيق عليهم. وبعد ما قطعوا مسافة طويلة بداو يلاحظوا أمامهم واحد الضوء كأنه مخرج الكهف، وبعد ما خرجوا وجدوا نفسهم في مكان خالي، وحتى أنهم وجدوا الليل وكانوا مستغربين كيف دخلنا في الصباح والآن نشوفوا الليل. فهنا حسوا بأنه واقع شيء غريب وماشي طبيعي، فقرروا أنهم يرجعوا ويخرجوا من هذا المكان بسرعة. وبمجرد ما التافتوا تفاجئوا أن الكهف اللي خرجوا منه اختفى، وعرفوا بأن هذا الشيء من عمل الجن، ولأن ما كان عندهم حتى حل آخر قرروا أنهم يمشيوا في ذاك المكان ويكتشفوه. بعد ما قطعوا مسافة طويلة في ذاك المكان فجأة
بداو يسمعوا أصوات قرع طبول وغناء غير مفهوم، فاقتربوا من هاد الأصوات وهنا تفاجئوا بوجود ناس عراة ووسطهم نار يرقصوا ويطوفوا عليها بطريقة غريبة. ولكن الشيء اللي جعل الشيخ البغدادي والجريدي مرعوبين أنهم لاحظوا كل هاد الأشخاص رجليهم ما كانت ظاهرة، كأنهم مرفوعين من فوق الأرض. وفجأة واحد منهم بدا جاي عند الشيوخ وكان شكله مخيف وممسوخ، وفي هذه اللحظة الشيخ البغدادي ذكر اسم الله فاختفى في لمح البصر كأن شيئا لم يكن. وهنا تأكدوا أن اللي كان أمامهم من الجن. المهم جلسوا يرتاحوا شوية ويفكروا كيف ممكن يخرجوا من هذا المكان. وفجأة وجدوا وراءهم شخص غريب طويل القامة. قال لهم شنو تعملوا في أرضنا؟ قال لي الشيخ البغدادي على شنو تحكي؟ كيف أرضكم؟ دخلنا من واحد الكهف وبالصدفة وجدنا نفسنا هنا. قال لي ذاك الشخص أن هذا المكان مخصص للجن وممنوع على البشر. فبدا يحكي لي الشيخ كيف وصلوا لهذا المكان وعلى قصة البيت اللي يرقيوا فيه، وبأنهم ما حابين يأذيوا ولا واحد من هذه الأرض. قال لهم بأن ذاك الولد هو اللي جاء لعندنا وقام بأشياء أذاتنا، وما تدخلوا نفسكم في ذاك الموضوع لأن حسابنا بيننا وبين ذاك الولد، وحتى البيت اللي ترقيوا فيه خاص بينا. وإذا ما بعدتوا نفسكم من هذا الموضوع ما تلوموا إلا نفسكم، وننصحكم تخرجوا من هذه الأرض بسرعة أو مصيركم غيكون هو الموت. فقال لي الشيخ البغدادي احنا حابين نخرجوا ولكن ما وجدنا حتى مخرج. فهنا قال لهم على المكان اللي رجعوا يخرجوا منه، وفعلا وجدوا نفس الكهف في المكان اللي قال لهم. المهم الشيخ البغدادي سبق ودخل هو الأول. شوية سمع صوت صراخ الشيخ الجريدي، وبمجرد ما التفت ما وجد ليه حتى أثر واختفى نهائيا، حتى المكان اللي دخل منه اختفى. فالشيخ البغدادي هنا كمل طريقه وخرج بسرعة من الكهف واتجه مباشرة لأهل المنطقة وحكى لهم على كل شيء. فبدأ الكل يبحث على الشيخ الجريدي حتى أنهم دخلوا للكهف ولكن ما وجدوا ليه حتى أثر، وحتى في كل مرة كانوا يدخلوا للكهف ما كانوا وجدوا ليه حتى مخرج أو أي شيء من اللي قال لهم الشيخ البغدادي. أنا الكل كان مصدوم وما كانوا عارفين مصير الشيخ الجريدي. بعد الحادثة الشيخ البغدادي ظل مصدوم وحزن كتير على الشيخ الجريدي، حتى أنه ظل قافل عليه باب المنزل ديالو لمدة طويلة وما عاد يتصرف بشكل طبيعي. ومن بعد 3 أشهر الشيخ البغدادي توفى. هذه القصة عملت ضجة كبيرة في ذاك الوقت، وحتى بعد ما بحثت كثير في هذه القصة وجدت أن عدد كبير من الناس يقولوا على أن الأحداث اللي فيها حقيقية، ولكن وارد بنسبة كبيرة أن جزء منها يكون غير حقيقي. فلهذا نتمنى من الإخوان في تونس يأكدوا أن إذا كان عندهم علم بهذه القصة والأحداث اللي فيها إذا كانت فعلا حقيقية، وخليوا لي الآراء ديالكم في التعاليق. المهم هنا نكون وصلنا لنهاية القصة. إذا أي واحد عنده قصة غريبة وحاب يحكيها دخل عندي الانستغرام ونتكلموا عليها وإن شاء الله نحكيوها كاملة بالتفاصيل اللي فيها. وكيف دائما نشوفكم فيديو جديد إن شاء الله.